ازيكم؟ تعرف انك ممكن تيجي تشتغل كدكتور في انجلترا من غير ما تمتحن المعادلة او حتى تخلص امتحان زمالة الكلية الملكية؟ خليني اقولك ازاي. تعالوا احكي لكم النهارده عن برنامج MTI او الميديكال تريننج انيشيتيف. ايه بقى الميديكال تريننج انيشيتيف ده؟ سنه 2009 وزاره الصحه البريطانيه بداوا برنامج تدريبي للاطباء المتخرجين من دول العالم النامي عشان يلتحقوا بالمستشفيات في انجلترا. الهدف الاساسي من البرنامج ده كان اولا ان هم يسدوا العجز بتاع الدكاتره اللي موجود في المستشفيات هنا. ثانيا ان هم يوفروا فرصه تدريبيه للاطباء اللي اتخرجوا وبيشتغلوا في الدول اللي امكانياتها ضعيفه عشان الدكاتره دول يتعلموا الاليات المتقدمه لممارسه الطب في التخصصات بتاعتهم هنا في انجلترا، ويرجعوا بعد فتره لبلدهم تاني عشان يحسنوا من جوده الخدمه الطبيه في البلد بتاعتهم، وبالتالي تزدهر ممارسه الطب في العالم كله ونعيش كلنا في ثبات ونبات. مده البرنامج بتكون سنتين، والمفروض ان بعد السنتين دول كل الدكاتره اللي انضموا للMTI سكيم بياخدوا شهاده ان هم اتموا سنتين تدريب جوه انجلترا. انا متاكد ان دلوقتي عندكم اسئله كتير جدا عن البرنامج، فتعالوا نجاوب على بعض الاسئله الشائعه عن الMTI سكيم. اولا، البرنامج ده هنقبض فيه ولا هنشتغل لله وللوطن؟ هتقبض نفس المرتب اللي هيقبضه دكتور متدرب في نفس الليفل بتاعك هنا في انجلترا، لان انت هتتعامل نفس معامله الدكتور المتدرب او النايب يعني اللي اتخرج وبيشتغل هنا. طيب، هل اقدر ان اكمل هنا في انجلترا بعد ما اخلص السنتين بتوع الMTI؟ هو المفروض يعني ان بعد السنتين انت بترجع على بلدك محمل بالعلم والكلام الجميل اللي احنا قلناه ده كله، لكن في ناس بتقدر ان هي تكون علاقات كويسه هنا وبعد السنتين ما يخلصوا يغيروا التأشيرة بتاعتهم وياخدوا وظائف هنا. ايه شروط التقديم بقى؟ الشروط بتختلف شويه حسب كل تخصص، ولان الرويال كوليدجز هم اللي بيعملوا سبونسر للشغل بتاعك، فكل رويال كوليدج حاطه البنود الخاصه بيها. فخليني اقول لك مثلا على شروط الرويال كوليدج اوف سيرجنز. اولا، لازم تكون متخرج وبتشتغل ومقيم في دوله غير اوروبيه. ثانيا، الاولويه بتكون للدول اللي معدل دخل الفرد فيها ضعيف او اللو انكم كونتريز. عندنا مثلا في الدول العربيه الاولويه بتكون لليمن، فلسطين المحتله، السودان، الصومال. بعد كده الاماكن بتروح للدول محدوده الدخل او اللو ميدل انكم كونتريز اللي دخل الفرد فيها بيكون من 1000 ل 4000 دولار في السنه حسب تصنيف البنك الدولي، واللي مصر منها. غير كده بقى لازم تكون قضيت في التخصص بتاعك فترة لا تقل عن 3 سنين، يعني للأسف ما ينفعش تقدم بعد الامتياز، لأن هم عايزين حد يكون عنده خبرة بالفعل في التخصص بتاعه وهم يبنوا على الخبرة دي، مش حد لسه متخرج جديد وهيبدأ من الصفر، لأن البرنامج مدته سنتين بس، والسنتين دول مش هيكونوا كفاية إن هم يعلموا حد ما عندوش خبرة خالص. بعض الكليات الملكية أصلا حطوا شرط إن الابليكانت يكون على درجة أخصائي أو معاه ماجستير في التخصص بتاعه عشان يضمنوا إن اللي جاي لهم ده عنده الخبرة الكافية اللي هم هيبنوا عليها. طيب، انت قلت لنا ان مش مطلوب نمتحن امتحان المعادلة او حتى اننا نخلص امتحان زمالة الكلية الملكية. طب ايه المطلوب بقى؟ ما هو الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. اولا، مطلوب انك تكون خلصت امتحان لغه انجليزيه سواء ايلز جريد 7.5 او OET جريد B، ودي نفس الدرجات اللي بتحتاجها عشان تسجل في الGMC هنا في انجلترا بعد امتحان المعادله. ثانيا، بعض الكليات الملكيه بيطلبوا انك تكون خلصت امتحان الجزء الاول من الزماله الخاصه بيها. مثلا الرويال كوليدج اوف فيزيشنز بيطلبوا انك تكون خلصت الجزء الاول من الMRCP قبل ما تقدم على الMTI بس يعني، وبتقدم من على موقع الكليه الملكيه الخاص التخصص بتاعك. الامتحان الخاص بيه بيطلبوا منك شوية أوراق زي شهادة حسن سير وسلوك، شهادة الماجستير، وشهادة الإنجليزي، وشوية حاجات تانية هتعرفها من على الموقع. بعد ما بترفع الأوراق بيعملوا لك انترفيو، ولو اتقبلت بيبدأوا يعملوا لك ماتشنج في مستشفيات جوه انجلترا. برنامج الMTI أكيد له مميزات كتير، لكن برضه هو لا يخلو من العيوب. خلينا الأول نقول المميزات. أولاً، أنت هتشتغل في إنجلترا من غير ما تضطر إنك تتحمل التكلفة الكبيرة بتاعة امتحانات المعادلة أو الزمالة. ثانياً، هتتعلم وهتاخد خبرة وهتتدرب زيك زي أي دكتور بيشتغل جوه إنجلترا. العيوب بقى للأسف إن التأشيرة بتاعتك مدتها سنتين 2 بس، وعشان تكمل شغل في إنجلترا بعد الMTI لازم تغير نوع التأشيرة بتاعتك لتأشيرة تانية. ده غير إن الفترة اللي هتقعدها هنا على تأشيرة الMTI مش هتتحسب لك من ضمن السنين اللي بتعد عشان تاخد
تاخد الاقامه الدايمه والجنسيه هنا في انجلترا. يعني عشان تاخد الاقامه الدايمه هنا في انجلترا لازم تكون اشتغلت في البلد فتره ما تقلش عن 5 سنين، وبعد ال5 سنين دول بسنه بتاخد الجنسيه. لكن للاسف السنتين بتوع الام تي اي مش هيتحسبوا من ضمن ال5 سنين بتوع الاقامه الدايمه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبه في الكومنتس واكيد هرد عليه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وكده، يعني ان شاء الله نشوفكم الفيديو اللي جاي.